سائحة أمريكية في 22 من العمر توفيت إثر اعتداء أسد عليها في حديقة للحيوانات في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. في هذه الحديقة يمكن للزائرين التجول بسياراتهم. سكوت سيمسون المساعد الإداري يشرح الحادث: نسلمهم قصاصة من الورق عند الدخول لنطلب منهم الإبقاء على النوافذ مغلقة ونشرح لهم الأسباب. يبدو أن النافذة بقيت مفتوحة. الأسد توجه مندفعا إلى السيارة وعض السيدة من خلال النافذة. مباشرة العاملون هرعوا لطرده بعيدا. أما الرجل الذي كان يقود السيارة فحاول الدفاع وأصيب ببعض الجروح في يديه. إنه ثالث حادث من هذا النوع منذ أذار مارس الماضي، حينها اعتدت لبوة على سائح أسترالي كان يقود سيارته فاتحا نافذتها، وبعد يومين اعتدى فهد على فتى مار على دراجته.